لو انت جامد في الدوري المصري فالفيديو ده ليك، لاننا هنتكلم عن واحد من علامات الدوري المصري وهو البوركيني محمد كوفي لاعب الزمالك السابق. علامات الدوري المصري سلسله هنفتكر فيها مع بعض لعيبه كانوا علامات في الدوري بس اختفوا فجاه ومحدش يعرف عنهم حاجه. محمد كوفي لاعب منتخب بوركينا فاسو، ظهر اول مره في الدوري المصري سنه 2006 مع بتروجيت ولعب معاهم 7 مواسم قبل ما ينضم للزمالك سنه 2014، وفضل كوفي مع الزمالك سنتين وخرج اعاره ورجع تاني. بس كوفي كان ليه لقطات كتير مشهوره في الزمالك والجمهور ما ينساهاش، واهمها اكيد لما ضيع ضربه الجزاء في السوبر ضد الاهلي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها كان بيشتمه في المدرجات لما خسروا البطوله. كوفي كان بيلعب مدافع ولاعب وسط، وكان مميز بالشوط من بعيد وضربات الراس، وتالق وظهر بشكل كبير جدا مع بتروجيت والزمالك. ولما مشي من الزمالك راح المصري وبعد كده سموحه وبعدهم البنك الاهلي، واعتزل كوفي في 2022 ودلوقتي هو مدير منتخب بوركينا فاسو. كوفي في الدوري المصري لعب 246 ماتش وسجل 32 هدف مع كل الفرق، ومع الزمالك كسب الدوري مره والكاس مرتين عشان يكون واحد من ابرز المحترفين في تاريخ الدوري المصري. انت بقى قول لنا في الكومنتات مين المحترف اللي انت فاكره ومحدش تاني يفتكره.